السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بفيديو جديد. هنعمل مع بعض كيكه البرتقال الهشه اللي انتوا شايفينها معاكم دي. هتطلع باذن الله في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده، هشه وطريه وناعمه وما شاء الله عليها بجد. مكوناتها موجوده عندنا كلنا ومش مكلفه خالص في العمايل، وبتنجح باذن الله مع اي حد حتى لو اول مره تعملي كيكه. قبل ما نبدا بقى متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو اول مره تشرفوني في القناه. وزي ما انتوا شايفين طبعا بسم الله ما شاء الله لونها فاتح وجميل جدا وطرية، ويعني مفيش بجد اطرى من كده، وتنفع قوي للاولاد الصبح لو عندك اطفال. تنفع حتى لو عايزه تاكليها جنب كده كوبايه شاي بلبن، هتبقى باذن الله كويسه جدا معاكي. يلا بقى نبدا مع بعض ونشوف الطريقه ونقول بسم الله. مش هنحتاج مكونات كتير، المكونات ان شاء الله كلها موجوده عندنا. في الخلاط هنحط كوبايه ونص من السكر الخشن عادي جدا، وهنضيف عليهم كمان حوالي نص كوباية من الزيت، اي زيت نباتي عندك، زيت ذرة، زيت عباد، اي زيت موجود عندك. وكوباية كمان من عصير البرتقال، ممكن عصير برتقال او عصير يوستفندي على حسب المتوفر عندك. وهنضيف كمان بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وممكن تستخدمي بيضة واحدة بس. بس في الحالة دي هنحط كيس ونص من البودر. هنزود كمان حوالي 3 معالق كبار كده من بشر البرتقال. هي البرتقانه اللي انتي عصرتيها قبل ما تعصريها ابشريها بالمبشره وخدي القشر بتاعها، بيدينا ريحه وطعم وقوام تحفه جدا في كيكه البرتقال. ممكن ناخد قشر يوستفندي لو هنعملها باليوستفندي. رشه كمان من البيض سوري رشه من الفانيليا عشان زفاره البيض. وهنزود معلقه كبيره من الخل عشان طبعا تنفش معانا الكيك وتخليها مليانه طراوه كده وجوسي. ضربناهم طبعا في الخلاط كويس جدا لحد ما تجانسوا. وبعد كده هننزل بيهم في طبق على المكونات الجافة، اللي هي عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق الابيض عادي جدا منخولين كويس قوي، وعليهم رشة من الملح وكيس من البيكنج باودر. لو طبعا هنستخدم بيضاية واحدة بس هنحط كيس ونص من البيكنج باودر. ونقلب كويس جدا، نخلط بأي مضرب يدوي او حتى اي معلقة، بس نخلط كويس قوي لغايه ما تتجانس وما يبقاش فيها اي تكتلات وتبقى بالقوام ده. بعد كده هنجيب صينيه مدهونه، انا استخدمت اكبر صينيه عندي في الطقم. تقدري تستخدمي نوع الصينيه وشكلها اللي يعجبك، وتدهنيها طبعا سمنه او زيت كويس جدا. وبعد كده تصبي عليها الخليط وتدخليها في فرن درجه حرارته تكون متوسطه او 180 درجه في الرف الاوسط لمده من 25 ل 30 دقيقه. ونكون طبعا مسخنين الفرن من قبل كده. زي ما انتم شايفين ما شاء الله بدوس عليها منتهى الطراوه وطريه بشكل تحفه. حتى انا يعني من كتر ما هي سخنه مش قادره احط ايدي عليها، كانت سخنه جدا يعني. هنا بقى بختبرها معاكم ان هي استوت. بنحط اي سكينه رفيعه او اي خله سنان وتطلع معانا نضيفه وما فيهاش اي حاجه بالشكل ده كده، هي تبقى الكيكه استوت. بعد كده بقى هنا قلت اقطعها معاكم، قطعت يا دوبك هي قطعه كده عشان اوريكم شكلها عامل ازاي. حتى انتوا هتشوفوا دلوقتي من كتر ما هي لسه طالعه من الفرن وسخنه، يعني انا سبتها بس يا دوبك 5 دقايق بس، هتلاقي البخار طالع. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله سخنه جدا جدا، وكانت طريه، وزي ما انتوا شايفين لونها من جوه لونها ما شاء الله عليه تحفه بجد. يا رب بقى تجربوها وتعجبكم وتقولي رايكم في الكومنتات، ولو بتضيفوا اي اضافه تانية مختلفه غير اللي انا قلتها تقولوا لي برضو في الكومنتات بتعملوها ازاي. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم وتجربوها، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد وبالف هنا. مع السلامه.